السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل ايس كريم اقتصادي وسهل وطعمه حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا هعمل 5 اطعمه، كل طعم احلى من التاني. تقدري ان انت تختاري الطعم اللي انت بتحبيه. ايس كريم الشوكولاته عامله لكم بطريقه تحفه، مش مجرد ان انا حاطه كاكاو على الايس كريم وقلت لكم ده ايس كريم بالشوكولاته. شوفوا الفيديو بجد هيعجبكم جدا. ايس كريم كده كريمي وناعم زي اللي بناكله من بره بالظبط، مش مخرفش كده وفيه تلج ولا اي حاجه. شايفين الايس كريم عامل ازاي؟ كنت عملت معاكم نفس المقادير دي السنه اللي فاتت، بجد المقادير مظبوطه جدا وانا معتمداها بالطريقه دي. مش هتبطلوا ابدا ان انتوا تعملوه. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اول حاجه كيلو من الحليب، ما شاء الله طلع لي كميه كبيره جدا من الايس كريم. عايزه تعملي نص المقدار يبقى كل مكون هقول لك عليه اعملي نص المقدار بتاعه. كيلو الحليب جبته من عند اللبان، غليته بقى كويس جدا جدا وبيته في التلاجة لتاني يوم، ما شاء الله عامل لي قشطه تحفه. طب ممكن حد يقول طب ينفع اعمله بالحليب المعلب؟ اه طبعا ينفع وبرضه بيكون حلو. ولو عايزه طعمه اغنى اكتر حطي له معلقتين كبار من الحليب البودره او معلقتين كبار من قشطه وش اللبن. ما عندكيش استغني عنهم وبرضه بيطلع ايس كريم روعه. بعد كده هحط 3 معالق كبار من نشا الذره، معاييرها بمعلقه الاكل عادي جدا، ونص كوبايه من السكر الحبيبات يعني 100 جرام. والافضل وللامانه ما تحطوش السكر دلوقتي، انا بصراحه نسيت وحطيته دلوقتي، لكن انت ما تحطوهوش دلوقتي وهقول لك ليه وهقول لك امتى كمان تحطيه. بقلب بقى كده كويس جدا لحد ما السكر والنشا يدوبوا مع الحليب. ولازم الحليب هنا يكون بارد، ما ينفعش يكون سخن ولا دافع عشان النشا ما تعملش معانا تكتلات. بعد ما اتاكدت ان السكر والنشا خلاص دابوا برفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما الخليط كده يستوي معانا. اكنكم بالظبط بتعملوا مهلبيه، بس هنا الخليط بيكون خفيف شويه عشان احنا هنا بنعمل ايس كريم. ليه قلت لكم ما تحطوش السكر في الاول؟ عشان هنا هياخد وقت شويه، فهتلاقوا يعني هياخد وقت شويه على النار، فهتلاقوا السكر كده ابتدى ان هو يتكرمل ويتحرق من تحت ويعمل قطع بني، مش هتكون حلوه. بصوا انا بقلب كده باستمرار. اول ما هيغلي كده ما احنا شايفين هسيبه يعني يغلي تاني لمده دقيقه او دقيقتين لحد ما اتاكد ان النشا استوت، عشان طعم النشا ما يكونش باين في الايس كريم. تقدري اللي انت كده تدوقيه عشان تتاكدي ان خلاص النشا استوت معاكم. بطفي بقى عليه النار وهوريكم القوام بتاعه بيكون عامل ازاي. شايفين مقاديره سهلة وبسيطة جدا، بس بجد النتيجة تحفة. لو جربتيها هيعجبك جدا وبجد على ضمانتي جربوه. ده كده القوام بتاعه بيكون خفيف. في الوقت ده بقى انت ما تحطيش نص كوبايه السكر في الاول وحطيها في الوقت ده وقلبيه لحد ما السكر يدوب، دي احسن بكتير من ان انت تحطي نص كوبايه السكر في الاول زي ما انا ما عملت. بعد كده بحطه في طبق واسيبه يبرد وبغطيه وبدخله التلاجة لحد ما الخليط يسقع معايا تماما. الخطوة اللي بعد كده برضو سهلة وبسيطة جدا ومقاديرها بسيطة. معايا كوباية من المية، ولازم المية تكون متلجة يعني 200 ملي، ونص كوباية من السكر الحبيبات يعني 100 جرام، بضربه كويس جدا من المضرب الكهربائي لحد ما السكر يدوب. هضيف عليهم كوباية من بودرة الكريم شانتيه الخام يعني 125 جرام. ده الكريم شانتيه من غير سكر. لو انت هتستخدمي كريم شانتيه بسكر يبقى مش هتحطي نص كوباية السكر اللي احنا ضربناها مع المية الساقعة، وهتضربي المية الساقعة مع الكريم شانتيه على طول، ده لو هو بسكر. بضرب بقى كويس جدا لحد ما الخليط كده يتقل اكننا بالظبط بنعمل كريمة عشان نحشي بيها تورته. شايفين سهلة جدا. بعد كده هضيف عليه بقى الخليط اللي عملناه مع بعض، الحليب والنشا والسكر بعد ما سقع تماما، وبضربه كده لحد ما يبقى الخليط معايا بقى متجانس. ليه الخليط لازم يكون ساقع زي ما قلت لكم؟ عشان لو كان سخن او دافي ونزلنا بيه على الكريمه هتلاقوه سيح لكم الكريمه خالص وضيع كل تعبنا. شايفين ما شاء الله الايس كريم عامل ازاي؟ كميه كبيره جدا، وشايفين المطه اللي فيه. يلا بينا نعمل اطعمه مختلفه الايس كريم، كل طعم احلى من التاني. طبعا مش شرط ان انت تعملي كل الاطعمه مره واحده، انا بعمل لكم افكار عشان الطعم اللي انت بتحبيه اعمليه. طبعا خلاص كده خلصنا الايس كريم الاساسي. اول جزء هنعمله اللي هو بالفانيليا، خدت جزء من الايس كريم حطيت عليه نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله او رشه من الفانيليا البودره، وبقلبها كويس جدا. وده كده جاهز معانا اول طعم. شايفين سهل وسريع وطعمه تحفه. جبت بقى الكوبايات اللي هي الورق دي، بتتباع عند اي حد بيبيع العلب بتاعه الجاتوهات، والعلب دي موجوده جدا وعلى فكره سعرها رخيص. تقدر تحطي في العلب دي او في علب بلاستيك اللي عندكم حطوا فيه. تاني طعم معانا الفاكهة، أي فاكهة انتوا حابينها. أنا هنا جبت كوباية من المانجا مضروبة في الخلاط من غير أي حاجة، حطيت لها بس معلقتين من السكر، مش حاطه لها مية ولا حليب ولا أي حاجة. خدت جزء من الآيس كريم، طبعا الآيس كريم ده من غير فانيليا اللي هو الأساسي اللي احنا عملناه في الطبق.
واقلب بقى كويس جدا. انا هقلل لكم الاضاءه عشان تشوفوا قد ايه لونها تحفه. وتقدري ان انت تدوقيه، حسيتي ان هو عايز تاني مانجا ممكن تزودي المانجا، يعني مفيش مقدار معين. وهبتدي برضو كده ان انا احطه في الكوبايات زي ما عملنا الايس كريم التاني. وبرضو الفراولة عملتها بنفس الطريقة، ضربت الفراولة في الخلاط بمعلقتين سكر بس من غير حليب ومن غير مية. فاكهة بقى اللي انتوا حابينها اعملوا بيها الايس كريم، مانجا، فراولة، موز، كيوي، زي ما انتوا حابين. ده بقى العشق بقى. جبت معلقة صغيرة من النسكافيه او الكيس ده ب2 جنيه، دوبتها في معلقة كبيرة من المية واحط عليها كده الايس كريم. بجد الايس كريم ده منعش وحلو جدا لمحبي القهوة والنسكافيه كده زيي، هيحبوا الطعم ده جدا جدا. بقلبه بقى كويس جدا. بعد كده احطه في الكوبايات. عايزه اقول لكم ان الكوبايه دي ما شاء الله حجمها كبير، يعني في كوبايات كمان اصغر من دي لكن ما لقيتش بصراحه، لكن دي حجمها كبير. بعد كده من على الوش بقى ببتدي ان انا اخبط عشان اخرج منها الهواء، وبحط كده رشه من النسكافيه. اخر طعم هنعمله وهو الايس كريم بالشوكولاته، بس بطريقه مميزه جدا. عايزه اقول لكم الطريقه دي احلى بكتير من ان انت هتحطي كاكاو كده على طول على الايس كريم. وده الشوكولاته ولا غالي ولا اي حاجه، كل الحكايه ان انا جبت 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، عليهم 4 أو 5 معالق كبار من المية، قلبتهم كويس جدا. لو لقيتي الخليط تقيل زودي معلقة مية. بغليه بقى كده على النار وياخد غلوة، بطفي عليه واسيبه يبرد، بيكون بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض ده. بصوا بقى لما نزلت بيه كده على الايس كريم مدي لون تحفة، اكنك حاطة كده شوكولاتة ومكلفة. جبت بسكوت الاوريو قطعته قطع كده مش صغيرة قوي، وحطيته بقى في قلب خليط الايس كريم. بصوا بقى الجمال، بجد طعم ده حكاية. ايس كريم الشوكولاتة بالاوريو تحفة. وحطيت كده من على الوش كده شويه من بسكوت الاوريو عشان يبان بقى ان ده ايه، مكلفين. الايس كريم بعد ما بنخلصه بندخله طبعا الفريزر، ولازم نكون مغطينه عشان لو في اي حاجه في الفريزر، يعني حاطين توم حاطين اي حاجه ما يلقطش على الايس كريم. بتسيبوه قد ايه، 5 6 ساعات او ليله كامله على حسب التبريد عندكم في الفريزر. وما تسيبوش لحد ما يجمد قوي كده ويحجر عشان تقدروا ان انتوا تقدموه. طب لو لقيتيه جمد قوي كده معاكي طلعيه وسيبيه شويه، هتلاقيه ابتدى ان هو يفك معاكي، ابتدي ان انت تقدميه. طبعا ما تسيبهوش لحد ما يفك قوي ويسيح. بصوا بقى الايس كريم انا بضغط لكم على كل نوع عشان تشوفوا قد ايه هو ناعم جدا كريمي، مش فيه كده تلج. عارفين في ايس كريم تاكلوه تحس ان هو كده كريمي بيدوب في البق، في ايس كريم تاكلوه تحس ان انتوا بتاكلوا تلج. لا والله الايس كريم ده ناعم جدا وكريمي حلو. بصوا كل الاطعمه تحفه. عايزه لكم النسكافيه ده حكايه بجد، جربوه على ضمانتي. الايس كريم بقى بالشوكولاته ده وهم، يعني لو جربت ايس كريم بص هو كل طعم احلى من التاني. بس الشوكولاته والنسكافيه والفانيليا والله كله حلو، يعني انا عماله اقول كله. قلت كل حاجه. بصوا عامل ازاي، اختراع اختراع. جربوه ان شاء الله يعجبكم. يا رب لو بتشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل، ويا رب تعملوا لي لايك للفيديو، احسن لايكات عندي مش عارفه اعملها والله يا جماعه، اللايك ببلاش بس هيفرق معايا انا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.